تذكر في الكتاب قصة زواجك. نعم. قصة ظريفة يعني. نعم. هذه الفتاة التي أصبحت زوجتك نعم. كنت تعرفها من قبل. نعم. فهل أخبرتنا كيف كان التعارف؟ نعم، أنا عدت إلى سليمانية أيضا بدفتر خدمة مزور. وصلت إلى بيتنا. بعدها قلت ما كنت أتجرأ كيف أقول لوالدي أو والدتي، لأن خصوصا كانت بنت خالتي. هم قالوا لما التزمت بالإسلام وهي أيضا بنت شيخ والدها إمام مسجد، قالوا والله هذه تنسجم لك. أنسب حاجة. نعم. شيخ وشيخة. نعم. فأنا أيضا كنت هذه الآن أم سيد زوجتي كانت شيوعية، وأخوها كان أخ ملتزم جيد، فتعرفت عليه في احتفال مولد نبوي. بعدها هو شجعني على زيارة بيتهم. طبعا هذا في فترة مبكرة قبل ذهابك إلى إيران. في فترة الجامعة. نعم، قبل ذهابي إلى إيران. بعدها هو شرح لي بيتهم، قال أخي الأكبر مع جماعة طالباني، وأختي الكبرى كذا، والدي كذا. المهم هذا أشبه ما يكون بالبيت الفلسطيني في حماس وفتح وجبهة شعبية. نفس الشيء، لأن تعرف حالة الأكراد مثل الفلسطينيين يعني. فقلت له، قلت جيد، إذا نأتي ربما نتكلم مع أختك الشيوعية هذه، ربما إذا صاحبة فكر تسمعنا أكثر، ربما تتعبنا لكن تسمعنا أكثر. وفعلا كانت هكذا. قلت له، قلت فقط تقول لها أن تلبس لباس على الأقل يعني محتشم، وأنا لا أصافحها. فهي أيضا قالت لأخيها، قالت جيد، وأنا على خاطرك أستقبله. تنازلت يعني. نعم. نعم. بعدها صارت مناقشات فكرية وجدل فكري، وكنت أولا قطعت عنها ما هي تحصل عليها من كتب. قلت أنا أوفر لك الكتب، أي كتاب تريدين أنا أجيب لك، لأن كان الشيوعيين يغذونها حتى بمسودات كتب. يعني أنت تريد أن تغذيها بالكتب الشيوعية؟ نعم، كنت أجيب لها الكتب الشيوعية حتى على الأقل أنا أقرأها قبل ما هي تقرأها. ثم أنا أيضا أعرف ما فيها، ويكون أنا الرافد، أنا المصدر لها للكتب. فبعد فترة، المهم هي ما التزمت بالإسلام في فترة الجامعة، لكنها تحسنت، آمنت. أحيانا كانت تقول ادعوا لنا في الصلاة. تعرف هذا بداية الانتقال. أنا بعدها ذهبت إلى إيران، ثم سمعت أنها تحجبت. فلما عدت إلى السليمانية ما تجرأت وأقول لأهلي أريد فلانة. بعدها بعد 3 أيام، وضعي كان وضع جدا خطير، لأن كان يفتشوا عن الهاربين من الجيش، وأصلا أنا كنت هارب من الجيش وهوية مزورة عندي، وصار لي فترة يعني هارب. فبعدها قلت لأخي الأكبر أبو فاروق قال لوالدي ما وافق، قال لوالدتي رفضت. كان عندي أخ أصغر مني هو في ألمانيا الآن، كان متزوج. فقلت له، قلت ما رأيك أنت لو حماتك تدخل في الموضوع هذا؟ فبعدها هم ذهبوا، شكلوا وفد وذهبوا وتكلموا، والبيت أيضا استغربوا هناك، لا معه الأب ولا معه الأم، وفدنا يعني. لكن أخي كان معهم، أخي الأصغر. بعدها المهم شكلوا الوفد، قالوا سنعطيكم الجواب. وبعد 3 أيام هم وافقوا. هنا جاءت المعضلة. نعم طبعا، لأنهم غضبوا، الوالد والوالدة ما رضوا. فوالدي سألني، قال زين أفندي، أنت تتزوج الآن، كم عندك فلوس؟ أنا كان عندي 10 دنانير. ما كان عندي شيء. قلت أنا عندي الحمد لله يكفي لمراسيم الزواج وكذا، نحن أيضا في حالة ما نستطيع نعمل احتفال. ما اقتنع، سأل الآخرين أين فلوس. فبعدها المهم رتبنا، وهم أيضا ما طلبوا شيء، لأن جزاها الله خير هي أيضا طلبت فقط مصحفا. سبحان الله. نعم. قالت يعطيني مصحفا يعلمني التجويد والتفسير، وإذا صار الجهاد في أي مكان يذهب إلي يأخذني معه. هذا مهرها. نعم، هذا مهر. فنحن ذهبنا وأتينا بالشيخ إمام مسجد. الإمام أيضا استغرب، قال
قال هذا أول مرة أنا أعقد نكاح بهذه الصورة. والدها الله يرحمه قال ما رأيكم لو نعمل ترتيب في الغد في المحكمة حتى يأتي القاضي ويكون عقد القران رسمي، غدا يكون عندكم أولاد، أنتم تكونوا في الجبال ولا في مكان آخر والأولاد يعودوا إلينا هنا. قلنا جيد، فكرة جيدة. فجاء القاضي، قاضي ملحد وكنت كاتبين لا دين لهم. جلسنا وتكلموا وين العريس وين العروس وين كذا وين الشهود، شافوا كلنا أفندية وشباب. قالوا أين كبيركم؟ قلنا هو هذا كبيرهم لابس نصف ردن. قال تأتوني لي بالبنت حتى أتكلم معها. شافها متحجبة، ويومها طبعا كان في السليمانية متحجبات قليلات. فقال أنت راضية بالزواج هذه على مصحف على قرآن على كتاب؟ قالت نعم. قالوا هذا وين صاير؟ قال لي، قال هذا وين صاير يا أفندي؟ قلت في زمن الصحابة. قال إذا روحوا إلى زمن الصحابة وأعقد القران. رفض يعقد وخرج طبعا. خرج، فأخي الآخر ذهب إليه وتوسل به، قال لا هو الآن عندنا 19 مثقال ذهب ندونها نكتبها، وهذه حلقة في يدها في إصبعها. هو نزع حلقته وأعطوها للبنت يعني. رتب الموضوع. طبعا بعدها عقد القران وخرجنا يعني. فالحمد لله تزوجت، بعدها عدت إلى إيران سرا طبعا. وأخذت زوجتك معك؟ نعم أخذت زوجتي أيضا. وبعدها ذهبنا إلى بلوچستان، ومن بلوچستان 3 أيام بلياليها إلى باكستان. تعرف هذه مناطق كلها صحراوية. يعني هذا شهر عسل. نعم. من فريد من نوعه. والغريب كله تشرد وتسلق في الجبال ونزول في الوديان. والغريب أنني وصلت إلى باكستان واعتقلت 100 يوم والمسكينة هي تبكي. هذا شهر عسل. بمجرد وصولكم إلى مجرد باكستان. بوصولنا إلى باكستان. تعرف ملامحنا أيضا تختلف عن ملامح البلوچ أو الباكستانيين. أمسكونا الشرطة، لكن في البداية قلنا نحن نذهب إلى بيت الشيخ عبد الحق زامراني جزاهم الله خيرا من الجماعة الإسلامية، كنا ماخذين عنوانهم. أصبح عضوا في برلمان باكستان قبل ما يصبح عضوا في البرلمان. المهم كنا ماخذين العنوان. فلما اعتقلنا قلنا نحن ضيفه، فأخذوا زوجتي إلى بيته وأخذوني أنا إلى السجن. فأنت سجنت وهي بقيت عنده. نعم. 100 يوم. 100 يوم. والله زوجتك مجاهدة من نعم. اليوم الأول. لا الحمد لله يعني. حتى الله يرحمه عبد الله يوسف الحسن، الشيخ أبو عبد الله الذي كان يكتب، الله يرحمه، عادل الشويخ. عادل الشويخ التقينا في كراتشي، فلما مدحوا أم سيد وقالوا ما شاء الله تطبخ جيد وامرأة تتحمل كذا وتسافر، قال هو الله يرحمه قال لا تمدحوها، يكفي أنها تتحملني أنا يعني. هذا عادل الشويخ كان أستاذنا في بريطانيا. نعم الله يرحمه. معا. رحمة الله عليه. هو توفي عندكم في حادث سيارة في كردستان. نعم الله يرحمه.